شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي. محدش يقدر يطلعني من بيتي. أعلنت خبيرة التجميل شيماء سعيد زوجة الفنان الشعبي إسماعيل الليثي انفصالها رسميا عنه بعد خلافات حادة وصلت إلى حد الاعتداء عليها وسرقتها ومحاولة خطف بناتها بحسب تصريحاتها. وقالت شيماء في بث مباشر عبر موقع تيك توك إنها عانت من حرمانها من أبسط حقوقها الزوجية، مضيفة: كنت بعيش سنوات طويلة من غير ما أروح لدكتور، ومحرومة من الخروج أو حتى المصف مع زوجي وأولادي. أنا ست وبكره الخيانة بكل أشكالها، لكن حقي مهضوم. وكشفت أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد زوجها، مؤكدة: أنا رجعت شقتي مع أولادي، ومحدش يقدر يطلعني من بيتي. إحنا انفصلنا رسمي ولسه في قضايا هرفعها. وأضافت شيماء أنها لا تفكر في أي علاقة جديدة بعد الانفصال، قائلة: مش عايزة أي رجل في حياتي تاني، أنا كده مبسوطة مع أولادي، وربنا معايا. واللي بيحاول يعمل أعمال عشان نخسر بعض، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.